جاكوزا يمارس العادة السرية. ما نقولوا العادة السرية، نقولوا العادة السيئة. بقى هكا يوميا ديما عيان وديما مكتئب، سبب أنيب ضمير، حيت هو فاش كل نهار كيدوزو في ألعاب الفيديو وكيتصفح على الفيسبوك ويرسل طلبات صداقة للدريات وكيعاني من الخجل ونقص الثقة في النفس. داكشي كيخليه يمشي للعالم الافتراضي. بينما ديالوس لا يمارس العادة السرية، كيصلي الصلوات في وقتها ومفوكس على الأهداف ديالو وكعنده فورمة واعرة وبعد من أهدافه وقرب يوصل الأهداف ديالو وقرر يتزوج الدرية اللي بغاها ويكمل معاها حياته. شوف أنا ما هنقولكش راها حرام، حيت أنا ما كنهضرش من الناحية الدينية. انت تختار يا تكون بحال جاكوزا ولا تبع ديالوس اللي هو اللي كيخلي الطاقة ديالو تخدم عليه. ندخلو في الحار. باش تعالج من هاد العادة انت محتاج 60 يوم، ولكن يقدر ترجع ليها بعد 60 يوم. داكشي على حسب الإرادة ديالك. في هاد الفترة مسح الانستغرام والفيسبوك، حيت فيهم دوك الصور وداك الشيء راكم فاهمين، وما كنظنش تقدر تمسح الفيسبوك. المهم راه هاد الشيء كينطبق حتى على الدريات. تاني حاجة مسح المواقع الإباحية من التليفون ديالك. نقدر نلوح لكم واحد ليان كيشرح الطريقة. ثالث حاجة عمر وقتك بالصلاة والعبادة والخدمة والى آخره. المهم تبقى بوحدك، هادي حيدها من القاموس ديالك. بقى اسمع القرآن وتوكيدات قبل ما تنعس. رابع حاجة قاد واحد الجدول يكون فيه 60 خانة كل نهار. في الصباح دير علامة. هاد الشي اللي هيخليك تحفز وتكمل بكل بساطة، هتخلي وسط جديد في داك المخيخ ديالك. ما تبقاش محتاج ديك العادة باش تفرز ليك دوبامين. فهاد الفترة ديال نسميوها العلاج، حيت بصح انت مريض وخاصك تعالج، وانا واثق انك قادر. صديقي نتلاقاو في فيديو جاي. هذا الفيديو كان غير مقدمة، ويلا سلام.